السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بألف خير. اليوم جبت لكم كيكة بنكهة الليمون، عفوا لعشاق الليمون، رائعة. مقادير الكيكة بسيطة، نحتاج ملعقة من العسل وملعقة من دبس العنب. أنا هذا وش استعملت. اللي ما عندوش دبس العنب يقدر يعوضه بسكر ستيفيا، ملعقة أكل سكر ستيفيا أو سكر فواكه. هنا نحتاج بياض 3 بيضات، يعني من 80 ل 90 غرام، حسب يعني حجم البيضة. أنا هذا البيض كان عندي مجمد. البقايا اللي عندي بالبيض، بياض البيض ساعات يبقى عندنا في المجمد وما نعرفوش واش نديرو بيه. هاي كيكة رائعة نستغلوه. هنا نخلطوا بياض البيض مع العسل ودبس العنب، ثم نزيدوا 150 مليلتر من الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة المطبخ. نزيدوا كما هاي الخطوات بسيطة يعني كما تلاحظون. برك بالضرب اليدوي وانتم فريتيوها. ها نخليو السوائل هذوما على جنب. نقوموا انا راح نخل. عندي 130 غرام من طحين القمح اللين فرينة. ضفت لها ملعقة أكل من طحين التمر، هادوما مع ملعقتان صغيرتان من الخميرة الكيميائية حوالي 10 غرام. هذه هي المواد الجافة. ومن بعد بقت لي فقط ملعقتان أكل من مبشور جوز الهند، هادو هما النواشف. هذه وملعقة صغيرة من الفانيلا، نعم نسيتها. هادو هما المقادير. راح نخلطوا درك المواد الجافة مع السوائل، وتبقى لنا عفوا 100 غرام من الزبدة. أنا كل مرة نجيب لكم 100 غرام من الزبدة. هادو هما نخلطوا الزبدة تكون طرية، زبدة حيوانية، زبدة بقر، باش تكون يعني الكيكة عندها جودة عالية وصحية. نخلطوهم مع بعض، ومن بعد نرجعوا نفرغوا مزيج الحليب والبيض والعسل فوق النواشف هذوكا، نخلطوا وفقط. هنا بعد ما مزجت عفوا الزبدة مع الطحين كتر طرية تمتزج معاكم بسهولة. راح نضيفوا كما قلت لكم السوائل، ونخلطوا حتى نتحصلوا الزبدة كي تعود طرية يعني في ساعة تندمج. هاك تشوفوا الخطوات بسيطة، أسهل من هذه ما كانش يعني. والنتيجة رائعة يعني أروع مما يكون، أروع بسكوي. أنا يعني لحد الساعة من حيث السهولة، من حيث يعني المقادير بسيطة، سهل مهل. نخلطوا نكملوا كل السوائل تاعنا، ومن بعد نحضروا الفرن. سخناه مسبقا على 180 درجة. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه، هذا بالقوام هذا واش راح نتحصلوا. فرق ملاحظة برك، هنا زدت رشة ملح. البيض نقدروا نحتفظوا فيه في المجمد مدة 4 أشهر. يعني نتوما كي تحطوا ديروا لادات، ديروا التاريخ اللي حطيتوا فيه، هكاك تعودوا عن بالكم يعني شحال قديم يعني. هنا عنا قالب مدهون بالزبدة. قلت القالب مدهون بالزبدة والطحين، رشيت عليه الطحين، فرغت الكمية العجينة تاعنا وندخلوها الفرن. انا ما حطيتها، ما نحوسوش علو كبير يعني لانها ستنتفخ في الفرن، ومن بعد مع الطبقات الاخرى راح تجي سوا سوا. اذا ندخلوها الفرن حتى تجف وتنتفخ وتطيب. هنا راح نحضروا كريمة جناش شوكولاتة البيضاء اللي
ترافق الحلو الكيكة. هنا عندي 150 غرام من الشوكولاتة البيضاء مع 150 غرام من القشطة الطازجة. نذوبو الشوكولاتة تاعنا فوق حمام مائي كما تلاحظون في ساعة، يعني تذوب خاصة كي نقطعوها قطع صغيرة، ومن بعد نستناوها تدفى شوية، يعني تنزل درجة الحرارة تاعها، ونضيفوا لها القشطة كثيفة، يعني مش كريمة سائلة، و يعني ما يحتاجوش من بعد نزيدو نعاودو نضربوها، فقط نضيفوهم. انا بما اني حسيتها حلوة بزاف، يعني كي نديرو غير كريمة مقدار بمقدار جاتني حلوة، اذا ضفت لها علبة من الجبن الطازج. دوك تشوفوا الخطوة هذه في باقية في لاحقا. هنا راح نخلط القشطة الطازجة مع الشوكولاتة البيضاء. كما تلاحظون هاي المكونات صحية، ما أضفناش يعني حتى حاجة غير صحية للوصفة، وتحصلوا على كيكة لذيذة وجميلة شكلا يعني ومذاقا رائعة، والخطواتها بسيطة، يعني في متناول الجميع، ديروها في أسرع وقت. هنا بعد ما تمسكت معنا قليل من الجاناش راح نضيف لها الجبن الطازج، علبة من الجبن الطازج. وبعد ما تكون الكيكة طبعا بردت حتى هي باش ما تدومش معنا الجاناش، نفرغوها ونسويو السطح وندخلوها للمجمد باش يعني ولا للثلاجة حتى تتماسك معنا الكريمة، باش كي نفرغوا عليها الناباج تاع السيترون هذاك الليمون ما تخسرش معنا الطبقة هذه الكناش. هنا راح نحضروا صلصة الليمون. نحتاج عصير ليمونتان متوسطتان مع عصير حبة برتقال. أنا ضفت البرتقال باش نخفف من الحموضة تاع الليمون. لتحضير هذه الصلصة نحتاج بيضة درجة حرارة المطبخ، نحتاج ملعقة أكل من النشا وملعقة أكل من فلان بطعم الفاني. تقدروا تعوضوها ملعقة صغيرة من الجيلاتين النباتية بودرة. وهنا نحط قليل من العصير باش يدوب معايا البيض، نمزج البيض والنشا والفلان، ومن بعد نزيد نضيف باقي العصير في هذا الوعاء ونحطوهم فوق النار حتى تتكاتف معنا الصلصة. أنا هنا لحد الآن ما زدتش إضافات محليات، راح نضيفها من بعد. يعني انتم ذوقوا الصلصة تاعكم وزيدوا حليوها حسب الرغبة تاعكم. بس أحيانا ما تحليوهاش بزاف، خاطرماش صلصة غاناش الشوكولاتة تاني فيها يعني نوع حلاوة، والكيكة حلو، مش يعني أنا بالنسبة لي حلوة، دونك ما تبالغوش في إضافة المحليات للصلصة. نحطوها فوق النار ونرجعلكم. هذه هي الصلصة بعد ما حضرت معانا. يعني خليوها تبرد، يعني تعود دافية هكا قبل ما نحطوها فوق نفرغوها يعني فوق الكيكة تاعنا. أنا راح نضيف لها القليل من ظرفين من سكر ستيفيا، انتم تقدروا تحطوا سكر فواكه، المهم حليوها حسب الرغبة تاعكم. بعد ما بردت معنا الصلصة راح نفرغوها فوق الكيكة، ونمشيوها يعني فوق السطح كامل، ونرجعوها للثلاجة تبرد حتى تتماسك. هذه هي الكيكة بعد ما برد السطح تاعنا وتماسكت الصلصة، يعني حطوها برك في المجمد ليه تتماسك. راح نزينوها بالقليل. أنا خيرت الفراولة والأناناس، يعني فراولة ماشى جيدا مع الليمون، ويعني هاي فاكهة موسمية، تحبوا تحطوا فاكهة واحدة أخرى اللي متواجدة عندكم استعملوه.
أنا درت لها فقط تزيين بسيط كما تلاحظون. يعني الشكل والمذاق رائعين. ننصحكم إنكم تجربوها، أكيد راحين تستمتعوا بيها. يعني والله خاصة الناس اللي تحب طعم الليمون. هاي كيكة رائعة، حضروها الآن باش يعني تعود مألوفة عندكم، وتحضروها في رمضان إن شاء الله، وتستمتعوا بها في سهراتكم وأمسياتكم. وإلى اللقاء في فيديو آخر. أستودعكم الله. ما تنساوش لايكات، ولا عجبكم الفيديو اتركوا لي تعليق. وإلى اللقاء في أمان الله.